واش عمرك تخيلتي أن أقرب إنسان ليك في العالم الأم ديالك تقدر تكون هي أكبر عدوة في الحياة ديالك؟ تخيل معايا واحد البنت عندها 13 عام تعيش واحد الجحيم إلكتروني لمدة عامين، والصدمة المجرمة هي الأم. في ولاية ميشيغان لورين لي كاري كانت واحد البنت هادية كتقرا مزيان زوينة مشهورة في مدينتها الصغيرة. أوين ماكيني كان واحد الشاب رياضي محبوب صاحب لورين من الصغر. الناس كانوا كيسميوهم الكوبل الذهبي حيث العلاقة ديالهم كتبان مثالية. كلوي ويلسون كانت صاحبة لورين في فريق ديال الباسكيت. العلاقة بيناتهم ما كانتش مزيانة بزاف. كاندرا لي كاري الأم ديال لورين مرة معروفة في المدينة ديالها بالطيبة ديالها، كتخدم في مدرسة بنتها، ديما متحمسة كتعاون جمعيات. الجيران كانوا كيعرفوها بوجه الأم المثالية، ولكن هذا الوجه كان كيخبي سر خطير بزاف. في أكتوبر 2020 شيامات قبل هالوين لورين وأوين بداو كيتوصلوا بواحد الرسائل غامضة بزاف من شي رقم مجهول. في الأول كانوا رسائل بسيطين تيقولوا ليها راه أوين مبقاش تيبغيك، أوين غادي يخونك معايا، وهو تيقولوا ليه راه لورين خايبة شنو كيعجبك فيها. هما ملي شافوا هاد الشكل الأول قالوا غير شي مقلب من شي واحد معنا في المدرسة، صافي ضحكوا وتجاهلوا الرسائل. ودازت شهور والرسائل ساكتة، ولكن في سبتمبر 2021 الرسائل رجعات، ولكن هاد المرة بحال فيضان 40 حتى 50 ميساج في النهار، كل ساعة في النهار في الليل، سبان تهديدات إشاعات، كلام جارح بزاف على الشكل ديال لورين وكلام جنسي خايب على أوين. من الهضرة ما فهميت تسمعه. لورين ما بقاش كتقدر تنعس، أما أوين ولا غير ساهي ما مركز لا في قرايه لا في والو. المرسل كان كيبان كيعرف عليهم كلشي، فين مشاو، مع من هضروا، شنو كلاو، شنو لابسين، كلشي كيعرفوا. حيت دوك الرسائل كانوا ديما كيقولوا لورين باللي وين كيخونها. السيده بدات كتشك فيه، واخا كانت كتبين ليه بلي تيقع فيه، ولكن مع الوقت ولات كتشك فيه ديما، كتقول ليه انت كتكذب عليا. حيت هذوك الرسائل كيهينوها هي شخصيا في الشكل ديالها، وكيبقاو يقولوا لها راه كيخونك، هي شكات يمكن شي بنت ولا شي حاجه. مع الوقت لورين واوين عياو صافي قرروا يوضعوا حد العلاقه ديالهم. قالوا الا كان هذا الشيء هذا غادي يحبس هاد الميساجات صافي نتفارقوا. ولكن هاد الميساجات راه ما بقوش غير بين اوين ولورين، الوالدين دخلوا في الخط باغيين يفهموا واش واقع، حيت هاد الميساجات باينه كتوصلهم من شي شخص كبير في العمر. ما يمكنش دري قدهم يصيفط دوك الرسائل كانوا مخلين للحياة بزاف، بحال فيهم شويه ديال العنف الجسدي. كانوا عايشين حرفيا في الجحيم حيت ما قدروش يفهموا شكون هو هذا المجرم اللي كيدير هذا الفعيل. المدرسه دخلت على الخط، المدير عيط للبوليس والتحقيقات بدات. الشكوك طاحت على اقرب الناس، واول وحده شكوا فيها هي كلوي، حيت كلوي كانت قريبه من اوين وكانوا عندها مشاكل شويه مع لورين، ولقاو عندها حسابات مزوره في التليفون، فعيطوا لها وداروا معها التحقيق. ولكن من بعد تبرأت. التحقيقات خدات شهوره. الرسائل كانت كتوصل من ارقام مختلفه من مناطق متفرقه. المجرم كان كيستعمل تطبيقات باش يبدل الهويه ديالو كل مره. في البوليس هنا بداو كيشكوا في الجيران، في الصحاب، في العائله، في كلشي. وين بدل النمره ديال التليفون ديالو، وواخا بدلها بقاو تيوصلوا دوك الرسائل اللي ما فيهم ما يتقرا. حاول يبدا حياه جديده، تعرف على بنت جديده وبغاها، ولكن ما دازت الا شيامات قليله وبداو حتى هي كيوصلوها نفس الرسائل. وباش ما تعذبش بحال لورين قرر اوين يتفارق معاها. اوين تحطم وحس بحياته عذاب، اما لورين مسكينه كانت كتحس بحياتها بحال لسالات، حيت دوك الرسائل كانوا حرفيا كيهينوها. الشكل ديالها كل نهار نفس الرسائل، البنت تحطمات وولات ديما ساهيه وكتبكي. جيل ودايف ماكيني هما الوالدين ديال اوين، كانوا عايشين حياه عاديه هما في مدينه صغيره في ولايه ميشيغان، وكانوا قريبين من كيندرا لي كاري وراجلها شون، خصوصا من بعد ما ولا اوين تيوعد بنتهم لورين. دونك كانوا كيسافروا مع بعضياتهم مباريات رياضيه على حساب ولدهم، كيتلاقاو مع بعضياتهم كيديروا حفلات شواء، دونك كانوا ديما كيتلاقاو. فملي وقع هذا المشكل حتى هما كانوا دخلوا في التحقيق وخدموا مع كندرا باش يكتشفوا شكون اللي كيرسل دوك الرسائل. جيل كانت كتقرا الرسائل
كل ليلة مع كندرا، وكانوا كيتعاونوا بجوجة بزاف. ولكن في 2022 من بعد ما تدخلت ال FBI اكتشفوا ان الاي بي ادريس ديال الرسائل جات من الدار ديال كندرا، وكندرا هي المجرم. المرسل ماشي تلميذ، ماشي جيران، المرسل هي كندرا ليكاري. عامين وهي كتمثل على البوليس بلي هي محروقه على بنتها، وبلي كانت كتعذب نفسيا. السيده كانت كتبين راسها بلي متاثره بزاف، ولكن كانت هي المجرمه. كانت كتنتحل الشخصيات باش تغطي الاثار ديالها. كلشي تصدم. اما راجلها بابا تلورين فاش عرف صدم كيفاش مرته اللي مزوج بها اكثر من 15 عام دير هذا الشيء، تمثل على كلشي وتعذب الكبده ديالها. كيفاش تقدر دير هذا الشيء لبنتها؟ في المحكمه كندرا حاولت تفسر، قالت باللي راه كانت خايفه على بنتها من العالم الخارجي، وباللي حتى هي تعرضت في الطفوله ديالها للاعتداء. لكن المحققين قالوا ان الدوافع فيها غيره، حب التملك، مشاكل نفسيه معقده بزاف. بعض الخبراء تكلموا على احتمال متلازمه مونشهاوزن بالوكاله، حيث الام كتأذي بنتها باش تبقى محتاجه ليها، لكن ما كان حتى شي تشخيص رسمي. في ابريل 2023 المحكمه حكمت على كندرا 19 شهر حبسا بتهمه مطارده قاصر الكترونيا. جين مامة اوين قالت في المحكمه كان عندها 2.5 عام باش توقف، ولكن اختارت تكمل. فهاد اللحظه التعاطف ديالي معها ساله، ما يمكنش ننسى داك الاحساس ديال القرف والخيانه. هاد المره دخلناها لدارنا، لحياتنا، لولادنا. كيفاش دارت هادشي كله؟ اوين من بعد هادشي ما بقاش كيهضر مع لورين، وحتى والديه ما بقاوش في اتصال مع عائله ليكاري. جيل قالت انها كانت كتعتقد ان كندرا مهووسه باوين، وكانت كتحاول تكون قريبه منه واخا بهاد الطريقه الغير طبيعيه والموسخه. في غشت 2024 خرجت من الحبس، ولكن ممنوع لها تشوف بنتها. الاب في الحضانه والعائله تفرقات.